سؤال جديد وحلقة جديدة. سؤال بيطرح بشكل كبير جدا: هل أنا لو مخلص دراسة طيران في بلد أقدر أشتغل في بلد تانية أو لأ؟ أو بمعنى تاني، لو أنا مخلص دراسة طيران وشهادتي طبقا لمنظمة أو وفقا لمعايير منظمة من المنظمات اللي اتكلمنا عنها في حلقتنا اللي فاتت، إذا كانت ال ICAO أو ال EASA أو ال FAA، هل أقدر أغير من منظمة لمنظمة؟ هل أنا شهادتي ممكن أشتغل في البلد دي أو أشتغل في البلد دي أو لأ؟ ردا على السؤال ده هنشوفه في حلقتنا النهاردة. يلا بينا. Welcome on board. كابتن إبرام أيمن speaking. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. حلقة جديدة من حلقات حديث طيار. هنناقش النهاردة في الحلقة المواد الدراسية وما يتم تدريسه أثناء الدراسة والمضمون والمفهوم العلمي لكل مادة. ونبدأ الحلقة بمادة ال Principles of Flight، مبادئ الطيران، ودي المادة اللي بيتم تدريس فيها كل مبادئ الطيران والنظريات العلمية اللي استخدمها بعض العلماء لإثبات بعض المفاهيم في الطيران. وبنشوف في المادة دي الايروداينامكس، الديناميكا الهوائية، وكيف يتم تحرك الأجسام عبر الهواء، ومن هنا بنثبت أو بيتم إثبات كيف للطائرة أن تطير في الجو. أما مادة الايركرافت جنرال دي بتتكلم بشكل عام عن المكونات الأساسية للطائرة والهيكلة وكل جزء موجود فيها وبعض كل الهندسيات اللي بتتكلم عن الطيران. أما مادة الافييشن مترولوجي وهي مادة علم الأرصاد الجوية، وفي المادة دي بيتم تدريس كل ما يتعلق بالطقس والظواهر الجوية من منظور الطيران. وده ليه؟ لأن الطيران بيتم داخل الغلاف الجوي، فأي تغير في الطقس أو الظواهر الجوية داخل الغلاف الجوي مهم جدا دراسته للطيارين علشان خاطر يضمن سلامة الطيران داخل الغلاف الجوي. أما مادة النافيجيشن وهي مادة الملاحة الجوية، وهو علم تحديد موقع الطائرة جغرافيا بشكل نسبي بالنسبة لمكان تاني أو موقع جغرافي آخر. طب ليه نسبي؟ ليه بقول موقع الطيارة جغرافيا نسبي؟ لأن سرعة الطيارة عالية جدا في الجو، فمش هوقف الطيارة عشان أشوف موقعها الأكشوال بالنسبة للأرض. وفي المادة دي بيتم دراسة الخرائط بشكل كبير جدا، بشكل كبير وبشكل مفصل، وكل ما يتعلق بتحديد الموقع جغرافيا بالنسبة للأقمار الصناعية. وفي المادة دي بيتم تدريس كل ما يتعلق بالزمن، الأيام، دوران الأرض، الوقت بالنسبة لجرينتش، وبناء على المسافة من بلد لبلد بنحدد تايم الرحلة. الوعي جدا مهم بالنسبة للطيار. وفي المادة دي بيتم دراسة بعض خصائص الأرض والترو نورث والماجنتيك نورث، الفيض المغناطيسي، وتأثيره على الأجهزة الملاحية الموجودة في الطيارة. أما بالنسبة لمادة الفلايت بلاننج اند بيرفورمانس، ودي مادة بتتكلم عن أداء وجودة الطيران مع عوامل كتير مؤثرة كوزن الطيارة، الظروف الجوية، درجة الحرارة، الضغط الجوي، الرطوبة، كثافة جزيئات الهواء وغيره. وبرضو في المادة دي بيتم تدريس حاجات كتير كالفيول المستخدم من مكان أو من بلد لبلد تانية لضمان وصولها بسلام. وبيتم تدريس كل السرعات الموجودة في الطيارة كسرعة الإقلاع، سرعة الهبوط، سرعة الكروز في الجو. وبرضو في المادة دي بيتم دراسة كل حاجة تخص باتزان الطيارة لضمان وصولها بسلام من لحظة البداية للحظة النهاية. أما بالنسبة لمادة الراديو إيدز فدي مادة بيتم تدريس فيها كل ما يخص الأجهزة الإلكترونية وتحديد الموقع والسرعة والارتفاع مع الأجهزة الإلكترونية واللاسلكية الموجودة في الطيارة. وبيتم تدريس فيها كل ما يتعلق بالأقمار الصناعية والمحطات الأرضية.
أما بالنسبة لمادة الراديو كوميونيكيشن، ودي مادة الاتصالات اللاسلكية وكيفية الاتصال بين برج المراقبة وبين الطيار، وازاي الموضوع يتم بشكل محترف جدا، وازاي الطيار ممكن يستقبل المعلومات عن الطقس او عن المطار او ايا كان تعليمات من برج المراقبة يمشي بيه. وفي المادة دي بنشوف الفراسولوجي. الفراسولوجي هي ان كلمة واحدة مستخدمة بين الطيار وبين برج المراقبة تغني عن جملة كبيرة. مجرد ما تتقال كلمة وصلنا المعنى الكبير اللي مش محتاج يشرحهولي، وده اختصارا للوقت، وان الموضوع يتم بشكل بروفيشنال محترف، والبعد كل البعد عن اي كلام خارجي في المجال الجوي. مادة الهيومن بيرفورمانس، ودي مادة الاداء البشري بين قوسين طب الطيران، ودي بتتكلم على العوامل الرئيسية ووظائف واعضاء الجسم اثناء الطيران، وحالة أي طوارئ ممكن تحصل لأي شخص وإزاي بيتم التعامل معها. المادة دي بندرس بعض أعضاء الجسم كالعين، الأذن، الرئتين، القلب، بعض الأزمات المفاجئة اللي ممكن تحصل للأشخاص، وبرضه بنتكلم ونناقش الاتزان أو كل ما يتعلق بالفيستيبولار سيستم وغيره من أعضاء الجسم. وعلى فكرة العوامل البشرية بالنسبة للطيار كالإرهاق أو التعب أو الإجهاد أو التفكير المستمر في مشكلة أو الحالات النفسية ممكن تؤدي بكارثة أو خطأ بشري بالنسبة للطيار هو طيار في الجو. موضوع خطير مهم جدا. نصيحتي ليك لو أنت لسه طالب طيار أو طيار وعندك أي مشكلة خارجية أو أي تعب وإجهاد وإرهاق، نصيحتي ليك بلاش تطير، لأن ممكن الموضوع يؤدي لكارثة. أما بالنسبة لمادة الانسترومنت، ودي مادة بتتكلم عن كل ما يخص العدادات الموجودة على متن الطائرة والأجهزة المختلفة، وإزاي أتعامل معاها، وإزاي أقراها، وإزاي أتعامل مع الأوتو بايلوت الطيار الآلي، إزاي أدخل المعلومات، وإزاي أتحكم في الطيارة عن طريق الطيار الآلي. آخر مادة هنتكلم عنها مادة الإيرلو. أنا عارف إن أنت زهقتوا مني، بس هي آخر مادة خلاص. دي مادة بتتكلم عن قانون الطيران أو التشريعات التي يجب على الطيار أو كل ما ينتمي لمجال الطيران الخضوع ليها. طبعا الطيران والقوانين والتشريعات بتختلف من بلد لبلد، وطريقة التنفيذ برضه بتختلف، لكن مضمونها بيبقى كله قريب من بعض. في سؤال كده عايز أجاوب عليه. الناس بتسأل ليه عدد المواد طبقا لمنظمة القياسة الاتحاد الأوروبي بيكون أكبر من منظمة الاي كيو أو الاف اي اي. مثال، طبقا للاي كيو عندنا مادة اسمها الفلايت بلاننج اند بيرفورمانس، دي مادة واحدة. بالنسبة للقياسة دي مادة تتشعب لثلاث مواد، كالفلايت بلان مادة، البرفورمانس مادة، والماس اند بالانس مادة. يبقى في الاي كيو هي اسمها فلايت بلان، في القياسة بتتشعب لثلاث مواد، في الآخر المضمون بيكون واحد. وده ردا على ايه؟ ليه القياسة بيكون مواد مثلا أكتر من الاي كيو أو غيره. ونيجي لنهاية الحلقة ونرد ونجاوب على السؤال المهم: هل أنا لو مخلص دراسة طيران في بلد طبقا لمنظمة من المنظمات اللي اتكلمنا عنها، هل لو رحت بلد تانية أقدر أشتغل فيها أو أشتغل في شركة في البلد دي أو لا؟ الإجابة أقدر أشتغل في بلد لو أنا مخلص في بلد تانية، بشرط إن أنا أعمل المعادلة. المعادلة دي عبارة عن إن أنا بمتحن بعض المواد النظرية، بيكون مش كتير، ممكن 3 مواد، بشرط يكون فيهم مادة الاير لو، مادة قانون الطيران، عشان أتعرف على قانون الطيران والمفروض أعمله وأخضع ليه في البلد دي. وبرضه لازم أتمم الساعات العملية، يعني مثلا في ساعات محتاج أكملها، ممكن أكملها في البلد دي اللي أنا راح أعمل فيها المعادلة، أو ممكن أرجع أكملها في البلد الأم اللي أنا خلصت فيها دراسة طيران. وبكده أقدر أشتغل في بلد لو أنا مخلص دراسة طيران في بلد تانية، بشرط إن أنا أعمل معادلة. دي كانت نهاية الحلقة.
مع برنامج حديث طيار بطيار إبرام أيمن. أشوفكم في حلقة جديدة. سلام.